بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما نسعد بكم أيها الأحباب أينما كنتم داخل الوطن وخارج ذلك الوطن العزيز. وفي هذه الأيام المباركات، أيام أعياد الاستقلال، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعب الإريتري رغم ما يعانيه من أزمات ومشكلات ما بعد الاستقلال، ولكننا مضطرون أن نقول كل عام وأنتم بخير. أيها الأحباب الكرام، سأتحدث في حلقات قادمات بعد أن نكمل أفراح الاستقلال و- ووجعه كذلك بشيء من قراءات شعرية أو تتبع منتجات الأدباء الإريتريين، ولكن بعد ذلك إن شاء الله في حلقات متتابعات سأدخل إلى حديقة أدبية فلسفية فكرية إسلامية، وهي حديقة الكاتب الأديب الشاعر الفيلسوف المفكر عباس محمود العقاد رحمة الله عليه. وأنا أتابع وأراجع بعض الأشياء والكتابات المتعلقة بالكتابات الأدبية، وهو شاعر مجيد ولكنه برضو مفكر وكاتب وصحفي. كذلك العقاد رحمة الله عليه هو أبرز من أبدع في العبقريات. والعبقريات عزيزي المشاهد هي لمن أراد أن يتعرف على عبقريات الصحابة رضوان الله عليهم، بدءا من محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وصحبه الكرام الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عليه أن يعود إلى العبقريات. قريناه من زمن طويل، ولكن في إطار متابعاتي وتحديدا متابعات الدكتور الطبيب المفكر المؤرخ دكتور راغب، له كل الصحة، راغب السرجاني يعني، آه، يركز في العمريات، وأتابعه بدقة ومتابعة متناهية. فكذلك هو أبدع في تناول الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكل الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقلت في نفسي في هذه القناة المباركة، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعود إلى تلك العبقريات، وسأبدأ بعبقرية أبو بكر، لكن حديثنا سيكون مركز كثير وسأتتبع العبقريات الأربعة، لأن جزء من ما رفد به المكتبة العربية العقاد رحمة الله عليه تلك العبقريات. وقلت عسى ولعل أول لنتذاكر وإياكم تلك المراحل الذهبية الفاصلة في تاريخ الأمة الإريترية، حيث أزمة الردة بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدولة الإسلامية لم تترسخ أعوادها بعد، وأوتادها في السنة الثانية من قامت الحروب الردة، تقريبا الجزيرة العربية كلها انفلتت. ولولا تلك الوقفة الصديقية الصادقة، ما أعرف كيف كان سيكون حالنا، استصحابا بما نحن عليه اليوم من تراجع وانتكاسات وهزائم. فهب الخليفة الأول أبو بكر الصديق فقال لأحاربنهم حتى لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الخليفة عمر هنا بكل شدته وبكل إنجازاته في مضمار الدولة الإسلامية، لكن في تلك اللحظة، ولأنه
أنا دوما أتوقف وأقول طبعا العشر سنوات التي حكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق هي العشر السنويات الذهبية التي تأسست فيها دولة الإسلام والفتوحات: الشام والعراق ومصر وكذلك فارس. جبهات أربعة قادها الخليفة عمر من مقر إقامته في المدينة المنورة، إلا ذهابا لماما ليتفقد أحوال وليعيش فرحة المسلمين بانتصاراتهم. ولولا عبقرية عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي وافق يعني القرآن آراءه كثيرة يعني، والعلماء يعرفون ذلك، لكن المعتمد منها ستة سبعة، وهناك من يدخلها إلى 20 فكرة ورؤية تمناها عمر وقالها. وينزل الكتاب الحكيم مؤكدا لأقوال عمر. فهل سبق التنزيل أم سبق رأي عمر؟ عمر الذي وافق القرآن كثير من آراء التي يعرفها الكثير من الناس، ولكننا إشارة نقول أولا بدايات مقام إبراهيم. يقول المصطفى: ليتنا نصلي في مقام إبراهيم. فينزل الوحي سبحانه وتعالى من عند الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا، إلى آخر الآية. ثم آية الحجاب، ثم يعني منيته في أن يفصل الله في هذه في الخمر يعني، ثم في أسرى بدر، إلى آخره من يعني وفي آية الحجاب، وفي آية أمهات المؤمنين مرة عملوا شبه مظاهرة يعني مظاهرة سلمية كده، تألبا كده يعني النساء يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. فقال عمر قولته المعروفة يعني: عسى ربه أن يطلقكن ويتزوج خيرا منكن يعني. وسبحان الله نزلت الآية بعد قول الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه بذات العبارات يعني. فعمر الفاروق. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول عمر لا زال في جاهليته: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. والكل يعلم طبعا، ولكننا نتعطر بهذه السيرة العطرة الجميلة يعني. كل يعلم عمر الفاروق عندما أسلم، كل الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: شعرنا بعزة ومهابة عندما أسلم عمر. ومقولته الشهيرة: من كان يريد منكم كذا وكذا وكذا فليلقني وراء ذلك الوادي. وخرج وسجد وعبد الله أمام الطغاة، طغاة قريش وصناديدها. يومئذ كان أبو سفيان وجماعته يعني رضي الله عنه أبو سفيان بعد أن أسلم، وأصبح أول وزير للداخلية الإسلامية لدولة الإسلام، وزارة الداخلية. وأنا أقول دائما هكذا يعني: أول وزير للداخلية في دولة الإسلام هو أبو سفيان. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. الحديث المعروف حيث يعني أشاح أحد الصحابة: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر يعني، فاجعل له شيئا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما نطق به وعمله هو وحي يوحى من عند الله. وأبو سفيان الذي هزم المسلمين وهكذا. ولكن ذرية أبو سفيان معروفين. وبعد ذلك بعد أن أسلم أبو سفيان حسن إسلامه، وكان له الدور الكبير في عضد الدولة الإسلامية. ولذلك عمر الفاروق
أعود إليه فأقول: عندما عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا برضو جزء من هذه اللغة العربية يعني. في برنامج، أنا أتحدث في برنامج عن اللغة العربية، عن شموس وشعى الإسلامية. فعمر الفاروق إسلامه كان فتحا للإسلام قبل تلك الفتوحات، ورسخ دولة الإسلام، الإدارة والشرطة والاقتصاد، رسخ، والمؤسسة العسكرية. سنرى كيف قرأه العقاد. أعود إلى مقولة أبو بكر الخليفة الأول. فعمر كان له، رضي الله عنه وأرضاه، كان له رأيا. قال له: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لماذا نخوض هذه الحرب مع أولئك يعني الذي يأتينا يأتينا، والما يأتينا في نار جهنم يعني. فقال له أبو بكر، مع أنه عمر الخطاب رجل ما شاء الله يعني قوي، قال له: معقولة يا خليفة يعني، هو من الصحابة العشر المبشرين بالجنة يعني. قال له يعني فيما معناه: أقوي في الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر؟ معقولة يا عمر نترك هؤلاء المرتدين؟ وطبعا ارتداد أولئك كان يزعزع دولة الإسلام في بداياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رحل إلى الرفيق الأعلى راضيا مرضيا عنه. فاسترجع عمر فقال: "مم." استدرك يعني. والإنسان طبعا هو بشر، رغم ما فيه من يعني من توفيق من الله، الله سبحانه وتعالى كان يعني يعطيه نفحات كده من الصدق، من العزيمة، من القوة، من يعني عمر رضي الله عنه ودوره في الإسلام. سنرى ذلك إن شاء الله عزيزي المشاهد. فقال له: سر على بركة الله. وحارب الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أولئك المرتدين، إلى أن عادت الجزيرة العربية كلها، ولم يبقى في الجزيرة العربية بإسلامها إلا ثلاث مناطق كما يقول العلماء: مكة والمدينة والطائف. بس الجزيرة دي كلها، سبحان الله، بس مجرد ما توفي المصطفى قالوا خلاص، يشتغل فيها أولئك المنافقون المتخاذلون كما في عالمنا اليوم عزيزي المشاهد. فشمر الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم الخلفاء الأربعة والسيوف المسلولة: خالد بن الوليد وعمرو وكل الصحابة رضوان الله عليهم، إلى أن عادت الجزيرة العربية كلها إلى حظيرة الإسلام. فلأجل ذلك عزيزي المشاهد، لأننا نعيش زمن الأزمات والانتكاسات، فمضطرون أن نقرأ تلك العبقريات. أولا فيها لغة، حقيقة العقاد كاتب يعني، لغة سليمة أدبية تاريخية، فيها فكر ونفحة إسلامية، وكذلك فيها تاريخ يعني. ولذلك أنا ارتأيت من يعني ربما في أربع حلقات. الخليفة عمر ممكن نعطيه أكثر من حلقة يعني. ولذلك إن شاء الله نفرح أعياد استقلالنا هذا، ولكن سندخل إلى العبقريات، لأنها يا أخي فيها الخير كله يعني. هذا على هامش الحديث عن حلقاتنا القادمات. اليوم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، سأتحدث نقلا عن مقالة كتبها أحد الأدباء. سأتحدث عن هذه الشاعرة الإريترية الراحلة، لها الرحمة والمغفرة، وهي الشاعرة شريفة العلوي، التي رحلت عن دنيانا عام 2013. أحاول أن توارى قليلا. على كل، أنا إن شاء الله أعطي الإخوة في المونتاج الصورة يعني يظهروها حتى يتعرف عليها المشاهد، وهي علم آه، معروفة ومشهود لها وحضورها كان قويا رحمة الله عليها وأحسن مثواها. هذه المقالة كتبها
عبد الجليل الشيخ، ونشرت قبل عامين احتفاء بهذه، أو ذكرى في ذكراه العطرة، لأنها كانت يعني مهمومة بأمر الوطن وعزته وشموخه. لها ديوان معروف، لها عدة دواوين. من ديوانها المعروف إلا أنا، الشاعرة الإريترية شريفة العلوي. الشاعرة شريفة العلوي جديرة بأن نحتفل بها ونقول عنها خيرا رحمة الله عليها. ثم بعد ذلك عزيزي المشاهد، برضو الشاعر المجيد، أخي العزيز توفيق قسم الله. توفيق قسم الله برضو عمل قراءة لقصيدة واحدة، أو قراءة نقدية في قصيدة إلا أنا، يعني اسم الديوان إلا أنا، ولكن توفيق ركز على القصيدة إلا أنا للشاعرة الإريترية شريف العلوي. والشاعرة الإريترية هي تتمدد جذورها. سأقرأ عليكم قراءة الشاعر الروائي الكاتب أستاذ توفيق اسم الله في نهاية الحلقة إن شاء الله. فأنا أقول إن الشعراء لا تحدهم هذه الحدود الاستعمارية الوهمية، ودوما أقول أنا لا أؤمن بهذه الحدود. فالشاعر له هذا العالم الفسيح. يعني هل نحصر المتنبي مثلا في العراق بس يعني، ونحصر عبد الله البردوني في اليمن مثلا ونقول الشاعر اليمني، ونحصر مثلا محمد مهدي المجذوب مثلا في السودان بس ونقول ده شاعر سوداني؟ وهكذا لا يمكن يعني. الشعراء لا عالم لهم. العالم السياسي المحصور هذا الذي قسمه لنا دون إرادة منا المستعمرون، قالوا هذه اليمن وهذه إريتريا وهذه جيبوتي وهذه هكذا. فهي دنيا الشعراء، خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثر. للعقاد كذلك رحمة الله عليه، فدنياوات الشعراء كثر. لكن بالولادة والانتماء، الشاعر الإريترية شريف العلوي هي شاعرة متنازع عليها تنازع الجغرافيا. إريتريا جيبوتية، هنالك إريتريون سودانيون، إريتريون يمنيون، وكما قال الشاعر إريتريون إن نشقى وإن نسعد، الشاعر الإريتري. السوداني كذلك محمد الحاج موسى شيخ الشعراء. العراقي كذلك، هو شاعر قال شعره في العراق في المربد يعني، حيث منبت الشعر وحديقته الغناء العراق. ولذلك أنا أقول إنه يكتبون وحدين الشاعر الجيبوتية الإريترية والشاعر الإريترية الجيبوتية هي شاعرة هذا الكون الفسيح رحمة الله عليها. وبالمولد أنها ولدت في إقليم دنكاليا الحالي يعني، ولها امتداد وجذور في جيبوتي وشيء طبيعي، وفي اليمن كذلك، ولنا امتداداتنا كذلك هنا وهناك يعني. ولكن الشعراء لا ينتمون إلى الجغرافيا، وأنا لا أنتمي إلى جغرافيا صغيرة هكذا. هذا عالمنا الفسيح، نؤمن على أننا عالميون يعني. ودعوني أقرأ لكم ماذا كتب الأستاذ عبد الجليل عن الشاعرة. أنا لقيت هذا الكلام في السوسنة، صحيفة حرة مستقلة، هي صحيفة على الويب، في ومضات قراءة لديوان إلا أنا للشاعر الإرتري شريف العلوي. وحقيقة أنا تعرفت على ديوانها الأول وأنا بالقاهرة، ولكن ساعتها الكتاب مكتوب فيه الشاعر الجيبوتية. ولكن عندما دخلت وقرأت الكتاب وكذا فلقيت إريتريا تنداح بين صفحاتها وهكذا. ربما لضرورة كتبتها هكذا يعني، أو كتبها الذين أخرجوا الكتاب، لكنها تنضح بحب إريتريا وتقول
أشياء جميلة. فلنقرأ سيرته والقراءة التي كتبها عبد الجليل الشيخ، له الشكر. تعميما للفائدة أنا أقرأ ما كتبه. تقول الدراسة فاصلة: كتبت مي زيادة عن ورد الليازجي، تقول: ففي حديقتها ورود باحثة في اللطف والمجاملة، وأخرى حمراء قانية في المودة والشوق والقسم الطاغي، وهي وردة قاتمة. ورود الفراق والحداد، ورود الرثاء والنحيب المبللة بدموع العيون المفتحة بزفرات القلوب. انتهى الاقتباس. باقات من حدائق مي، بيروت 73، صفحة 188. يقول الكاتب عبد الجليل الشيخ: ما أشبه هذه الحديقة بديوان إلا أنا، للشاعرة أم أيمن شريفة بنت محمد العلوي، المولودة عام 1970، والتي رحلت عن دنيانا 2013، المولودة في ريف بدة بإقليم دنكاليا، إقليم جنوب البحر الأحمر حاليا في دولة إريتريا. حينها كانت إريتريا في حالة حرب الاستقلال، حتى أصبحت البندقية لغة الحوار بين الأشقاء. بين الأشقاء هذه لم نكن أشقاء إلا ما يربطنا من جيرة وهكذا. وإن كان يقصد حوار البندقية أو لغة الحوار بين الأشقاء، يعني البندقية كانت حوار بين الأشقاء. الحرب الأهلية فتلك مسألة مبررة تاريخيا، بمعنى أن نقول حرب الأشقاء. فكأن مغادرة وطنها مع عائلتها إلى جيبوتي، وناس بدة ودنكاليا ديل يقطعوا مسافة كده، يفطروا هنا ويشربوا الشاي هناك يعني. غادرت إلى دولة جيبوتي كما غادرنا نحن إلى السودان، وهكذا إلى إثيوبيا حتى الاستعمارية. ثم توجهت إلى السعودية، حيث تزوجت وأنجبت 5 أبناء، 4 أولاد وبنت ما شاء الله. ودرست في مدرسة والدها في إريتريا قبل أن ترحل إلى جيبوتي، والمتوسطة في المدرسة العراقية في جيبوتي، والثانوية في جدة، مع دورات تأهيلية بدرجة دبلوم، وأتمتها بحصولها على البكالوريوس في العلوم السياسية. وتأثرت بمدرسة اللغة العربية العراقية التي شكلت بداية عشقها للشعر والكتابة الأدبية. شوف، الشاعر عندما يتعلق بالسياسة هو يبدع كثيرا يعني، لأن السياسة فيها دهاليز وفيها قضايا الحكم وما إلى ذلك. وأذكر ذات يوم عندما زرت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أيام العقيد رحمة الله عليه معمر، فديواني الأول طبع هناك: ماذا إذا قال القمر. فكان من الضروري أن ألتقي بأحد رؤساء اللجان الشعبية، واسمه جمعة شيء كده، كان رجلا متقدما في السن آنئذ. ف... وأنا أتفاكر معه وأتحدث معه عن الديوان والديوان وطباعته وملابساته، أن يخرج ديوان من إريتريا ويطبع في ليبيا على خلسة وغير معرفة بالحاكمين. تلك كانت مجازفة. الحمد لله ربنا أعاننا وطبع الديوان، و يعني سلمنا من شر أولئك وهؤلاء. عموما، فقال لي جمعة شيء كده، جمعة مين كده: إن كان على قيد الحياة لك الرحمة والمغفرة كذلك، وإن كنت قد رحلت أيضا لك الرحمة والمغفرة، والرحمة للأحياء والأموات، والمغفرة كذلك. فقال لي وأنا أتحدث معه وهو في في دنيا السياسة آه، المعمرية يعني، فقال لي: إياك والسياسة أيها الشاعر،
هو كان يعرف الديوان ماشي فين وعامل كيف وهكذا. قال لي ابتعد عن السياسة. فقلت له: وهل هناك شاعرا، وهل هناك شاعر بعيدا عن السياسة؟ فقال لي: أنا أقول لك أبعد عن السياسة، السياسة دي فيها مشاكل وبلاوي. قلت له: أن لشاعر أن يكون بعيدا عن السياسة؟ وهكذا. المهم، فبما أنها دارس العلوم السياسية، شعرها كان قوي جدا يعني. يقول الكاتب عبد الشيخ عبد الجليل، عبد الجليل الشيخ، يقول: إلا أنا إصدار طيوف للنشر القاهرة 2011، بالله توفيت بعد عامين من إصدار ديوانه، ويحتوي على 39 قصيدة تكشف فيها الشاعرة عن رؤى وتصورات ضمن فن تشكيل الصورة وإسقاطها على الواقع في لغة تعبيرية غيرية، بعد أن تجاوزت شرنقة الذات بتوظيف البعد التاريخي للمكان والأزمنة المفتوحة. نعم، كما قلنا، وهو الإصدار الثاني بعد ديوانها زخرف البلح. أنا قرأت هذا الديوان، إصدار طيوف القاهرة 2010. أنا تقريبا قريت هذا الديوان 2012 كده أو 11. والمطرز بالإهداء إلى والديها وزوجها، كلمة المقدمة سطرتها الشاعرة والناقد السعودية لميس الإمام. تصدرت الصفحات الأولى كلمة الإهداء من الشاعرة ومقدمة للدكتور هاشم جمال الدين الشامي، بالإضافة إلى كلمة الناشر، ومن خلالها يتضح أن الشاعرة ذات مكانة اجتماعية بصفتها أسرة علماء دين وأدباء في منطقة المثلث العفري، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، بالإضافة إلى تحديد مؤثرات وروابط البيئة الثقافية العربية بين ضفتي البحر الأحمر، وبالتالي التعرف على بعض مكونات الإطار الثقافي والمعرفي لتجربتها الشعرية. سطرت الشاعرة كلمة الإهداء إلى والدها وأعمامها في الصفحة 3: إلى فرسان الثلاثة، إلى أبي ذلك المربي الفاضل الذي ربى على يديه النشأة يافعا مستنيرا، وما زالت أفكاره النيرة تزدهر في حقول الرؤى بين النهى رغم تواريه الثرى. إلى عم الشيخ إبراهيم عبد الرحمن: كلما تناهت إلى سمعي سيرتك العطرة أشعر بأني أخترق إليك جدار الزمن يا فارس الكلمة. إلى عمي سيد عبد الله عبد الرحمن العلوي: أيها النور الذي عايشته عهدا من الزمن حتى أصبح جهلي بالعتمة تفوقا، يا من أذهلني بحواره الثقافي الراقي. في الصفحة 4. هي كاتبة حتى، أو كتابتها ذاته قريب إلى الشعر. استبشر الشامي بالشاعر بقوله: أهلا، أود أن أبدأ في هذه المقدمة بالقول للشامي هذا الذي كتب لها المقدمة. يقول: استبشر الشامي بالشاعر بقوله: أود أن أبدأ في هذه المقدمة بالقول بأنني مستبشر بالإنتاج الشعري للسيدة شريفة بنت محمد عبد الرحمن العلوي، حيث أرى فيه بوادر تقدم نهضة نسائية كنا نفتقرها إلى ماض قريب في شرق إفريقيا وبين المجتمع العفري وأيضا المجتمع الجبوتي بأثينيته المتعددة وإثنياته المتناغمة ثقافة وديانة، والتي تربطه باليمن خاصة والجزيرة العربية والأمة العربية، وبصفة عامة، أي بصفة عامة، روابط ثقافية ودينية عميقة متجذرة عبر آلاف السنين. في الصفحة 5. ويمكن اختصار رؤية الدكتور الشامي للنصوص في 3 محاور. المحور الأول: التواصل. في قصائدها الجميلة نفحات مميزة ورابط يعزز التواصل بين الجزيرة العربية والضفة الجنوبية الغربية للبحر الأحمر عن طريق عبور سحب شعرها
لباب المندب. اثنين، التنوع وعدم الاستقرار. من خلال شعرها تمر بنا على جنات افتراضية شتى، ولكن لا نعلم في أي الحدائق تستقر. ثالثا، الحيوية والطاقة الشعورية تنهل من نبع والدها، فيمدها بالحيوية وصقل أدوات تجربتها الشعرية، حيث كان والدها محمد بن عبد الرحمن العلوي رحمه الله يقرض الشعر. وللناشر رؤية نقدية بعنوان إلا أنا، سحر الصورة وعروبة القصيدة، وتقوم على أساس تقويم النص من خلال الصورة الشعرية دون التنويعات الموسيقية، حيث يعتمد البعض في بناء القصيدة على مدى ما أوتي من قدرة على رسم الصورة الشعرية التي تحمل بصمته الفنية الخاصة، ويرى في الشاعر قدرة مدهشة على رسم صور شعرية تتسم بالكثير جدا من الاقتدار من ناحية، والتتابع من ناحية أخرى، تكاد لا تخرج من حدود صورة شعرية إلا ويلمسك منتهاها ويسلمك إلى مبتدأ صورة شعرية جديدة في انسيابية مذهلة. منذ البداية يجد القارئ حالة جذب بصري بسبب حالة الاستثناء إلا أنا، وهو عنوان القصيدة الأولى، ولا أعرف إن كان اختياره عنوانا للديوان فكرة الناشر أم فكرة الشاعر. أنا أقول هي فكرة الشاعر، ليس للناشر حق في أن. وشخصية شريف العلوي ما أظن تترك عنوان ديوان شعر للناشر، حيث الناشر أحيانا ما، والشعر قضية ذاتية يعني. بمعنى هل الشاعر منقاد للناشر في اختيار العنوان لإعلاء شأنه وليكون في متناول التلقي كعامل جذب بصري واستقطاب، أو هدف الشاعر وإعلاء شأن القصيدة حتى تكون في متناول التلقي والاستجابة من خلال الإنتاج المسبق لوجود عنوان القصيدة عبر العنوان العام للديوان؟ ومن جهة أخرى ربما يكون هذا السؤال غير مستغرب عند الناشر، حيث أشار في كلمته أن العنوان فكرة الشاعر. أنا ظننت هكذا قبل أن أقرأ هذا. على فكرة عزيزي المشاهد، أنا لم أقرأ المقالة، أنا أقرأها لأندهش بها معكم، والله ما قريتها، بس قريت العنوان ومجهز حالي يعني. لأنني لا أؤمن بالقراءة المسبقة يعني، لأن القراءة المسبقة تغيدك أحيانا، والقراءة المسبقة لا تحدث عندك لذة وأنت تقرأ حاجة تندهش بها، ولكن يكفي أنك أنت مستعد لتقرأ هذه المسألة. هذه فكرتي وسياستي في تقديم الأشياء المكتوبة، ربما لأنني ربما أميل إلى الارتجال أكثر من القراءة المكتوبة وهكذا. عموما عزيزي المشاهد، فنذهب إلى ما كتبه، أن الشاعر اختارت أن تمنح الديوان اسم إحدى قصائده. فلنتوقف قليلا أمام قصيدة الديوان، فمنذ السطر الأول في هذه القصيدة الجميلة إلا أنا يحس القارئ بلون خاص من ألوان الصوفية الوطنية، إذا جاز التعبير. الصوفية بالمناسبة، أي زول، أي أحد يحاول أن يقرأ في ديوان أو في قصيدة هذه العبارة تلقاها دوما، الخيال الصوفي، الألوان الصوفية، الاندياح الصوفي وهكذا يعني. لماذا نترك لرأي المشاهد؟ ويكمل حتى يصف الأمر بقوله والمدهش إن العنوان يوحي بلون من النرجسية، لكن القصيدة توحي بالكثير من معاني الفناء في عشق المحبوب. فإذا افترضنا صحة وجهة نظر الناشر، فكيف يمكن فهم تكرار إلا أنا مرة على غلاف الديوان والأخرى فوق متنها
حيث عملت على جعله أولا من حيث وجوده بين قصائد الديوان، وجاءت القصيدة العنوان متقدمة على نصوص الديوان جميعها. وبالتالي طرح السؤال: هل هو خضوع الشاعر لما يعرف بالمهيمنة التعبيرية التي يبنى عليها العنوان وينقاد إليه الاسم ومحتواه الدلالي، والركون إلى فاعلية تكرار العنوان حتى نكتشف من خلاله النسق ودلالاته، وترك القارئ من خلال السؤال مع تعدد مساحات التفسير والتأويل للنص وفق ذائقة المتلقي. وعلى فكرة إن الشعراء، وهي شخصية شريف العلوي رحمة الله عليها، شخصية تعتز بذاتها وبإمكاناتها، وهكذا هم الشعراء يعني. بحثا عن الإجابة ضمن النطاق الإقليمي، فقد ذهب خاطري إلى المدينة المفقودة، وحالة الاستثناء إلا في قصيدة الشاعر اليمني البردوني إلا أنا وبلادي، رحمة الله على شاعر العرب عبد الله البردوني، حيث حدد هويته وهوية المكان مع التميز دون الآخرين بحالة التفرد باستخدام الأداة إلا، وبالتالي تأكيد حالة الانتماء للمكان وقضاياه مع التفرد بالذات الأنا، مما يمثل حالة الاستلاب للحدث الدرامي في بناء القصيدة شكلا ومضمونا. وتمثل هذه الحالة نموذجا لظاهرة الموقف والالتزام في الشعر الحديث. وأعتقد كما يرى الناشر أن شريف العلوي تنسج قصائدها على هذا المنوال: إلا أنا، الكل يشرب كأسك مرا لذيذا مسكرا إلا أنا، وإحالات مفعمة بالحب مع تنوع المعاني داخليا، مع تشكيل صورة جمالية تنبض بالحياة نفسيا واجتماعيا، وفق دفقة شعورية استقرت عشقا أبديا حتى تقلق الأنا من أجل الآخرين. قل يا أنا، ماذا أقول لكل من أحببتهم بين التضاريس الثرية بالمروءة في ترابك؟ كلما لامست جرحا طاهرا كلما لامست جرحا طاهرا يجتاحني عشق المكان وعشق من فيه من النبلاء والأبطال، والإحالة إلى رمزية فيها تعدد مدلولات وطنية ضمن نسيج التعبير عن الهم المكاني وقضاياه، خصوصا إذا أبرمت الوثيقة للصباح، لكنني أبرم للصباح وثيقتي وأعود أقترف المحبة رغم كل مواجعي. الكل يغترف ابتسامة نصفي ها هنا سوى أنا. لا تمنح القارئ مجالا للسؤال عن المكان ومعالمه، لأنها نبتة في التراب وقمرا يرتب المد والجزر في سواحله، إنما أنا في ترابك نبتة تمتد للأفق الفسيح بلونك، أنا في هوائك غنوة تشدو بها الأنواء لا تكبو لتستبق الصدى، أنا في سمائك نجمة لا محور أرتاد غير مدارك، أنا في سواحل بحرك المرسوم في حق المدى قمر يرتب جزره ومده كجزيرة مسحة ودلم بانتظار دائم، والكل يمتشق اللبان بثغرك ويهز خاصرة الكلام على المحافل باسمك إلا أنا. وبالتالي نستدل على المكان المقصود بين دولتين: مسحة في جيبوتي ودلم في إريتريا، ويمثلان نقطة حضارية للهجرات العربية ولغة القرآن، حيث نجد في قصيدة والمدى بيننا أخضر نموذجا
لأصالة وعمق اللغة التي تمثل نقشا جميلا على الكف المغموس في التراب، وبالتالي عروبة اللغة التي تكتب بها سحرا نبيلا. تقول: بل كفى وهو مغموس بشوق ونقش أصيل، عتيق الزخارف والزخرف، بنجواه يعفي الغبار القديم. ألم تدرك أنه صدقا لسحر نبيل. والدلالة النفسية عزيزي المشاهد يكشف عنها التشبيه الحسي داخل التشكيل التام للصورة مع الإيحاء بالنقوش الأثرية، وأن نجواه يعفي الغبار القديم، وأن من البيان لسحرا، مما يمنحنا فاعلية التأويل أن تكون لغة القرآن. تمثل القصيدة الثانية صورة الحالة النفسية للذات وتجلياتها، وسيطرة الغائب على صحوها ومنامها. تقول: فتاتك يا فتى طيف تناثر في سنى البلور، كم رقصت على هدبها أسراب النوارس دون أن تدنو، وكم هزمت ليالي السهد في أعتاب جفنيها، ليأتي الصبح مبتهجا كطفل ضاحك يستوجب الأحلام، ويمسح بالبراءة خدها من لمسة الديجور. والطيف هنا عزيزي المشاهد رمزية الأمل ودواء لكل حبيب طال انتظاره، يتجلى في الليل بعيدا عن أنظار المتلصصين، لكن ما يلبث في الصباح أن تجد ذلك وهما، لأن الواقع وجع إنساني، وأن الذات رمزية تتفجر شموسا وجراحات تختفي داخل الحمامة والفراشات. أدرك فجره ديك جريح. تقول: وجعي هنا وهناك يقتسم النهار، فتاة خبز جمعته الريح في ركن قصي، حتى لو أدرك فجره ديك جريح. الكل يورد نبعه إلا الذين تجاهلوا نبع الوطن. ومن ثم غياب الإنسان بحثا عن الرزق يقتسمون فتاة الخبز، ويستدل عليه من النبع ظرفيه بين ظرفية المكان هنا هناك، وفي قصيدة أخرى: فإن الغربة إجبارية. في قصيدة رحيل تقول: تحت قصف الريح دخان ستحم بوابل الخطى، والأزيز بطرفه لا يستري، إذ يستعير قوامه المتصاعد من اجتياح الغربة بين فنائنا أو بين فنائنا. سطوة الغائب على الذاكرة بمثابة فتيل الحزن الذي يشعلها، حيث إن هذه المفردة وردت صريحة في أكثر من قصيدة، وأخرى ندركها في تشكيل الصورة المعبرة عن الحالة النفسية، في قولها: ربما كل جروحي عطرت زاوية الحزن كسيل الحبق، حيث التوظيف الإيجابي للحزن الذي أصابها بعد رحيل والدها، حيث محبته تمنعها من الاستسلام حتى لا يكون طيفا وتظل شمعة حياتها متقدة. تقول: لولا محبتك الحفية يا أبي، لبقيت طيفا يقتفي أثر الرياح على العراء، لتخبو وقدوة لشمعتي. وفي رؤية أخرى شخصية سلبية قاتمة غارقة في الحزن لذات أتعبها غمار البحث في الواقع الجمعي وأبعاده الاجتماعية والتاريخية، وإسقاطه على الصمت، الإحساس الداخلي بالزمن الذي أصاب الإنسان في حالة الانتظار،
تقول: لا تتدثر، ما زلنا على عتبات الصيف، والهم الجاثم فوق سفوح شتوية يحفر للأحلام قبورا، والقبر رمز المجد الزائل الحلم. وحالة اليأس، حتى يصل الأمر للخضوع في حالة انتظار الموت، حيث لا قيمة لحياتهم. ألمح من تلك النافذة قبرا ينقصه ثمة هيكل، وبدا أبعد عما هو أدنى للرؤية حتى لا يتحلل. وبالتالي فإن رسم معالم الاقتراب ودلالاته التي تدور حول أزمة الإنسان المعاصر. يقول الكاتب: يمنحنا الإهداء تفسيرا لظاهرة الحزن، حيث نجد أناشيد ومراثي للوالدين، وغنائية الحب والوفاء لوالدتها مطرزة بورود حمراء قانية، دلالة على المودة والشوق في قصيدة البحر كثيرا ما يغرغ في عينيك. تقول: أمي يا قمرا بلوره يلتف حنينا كاللبلاب على أغصان الروح، أفتح نافذة الصبح أستنشق عطرا يربطني فيك كحبل السرة، وأقبل آثار السجدة على جبهتك الثرة يا مسك الجنة. أمي يا معجزة لا يشبهها إلا فرحي، حين ملاقاتك في قلب بلادي يحتفل النور على هدبيك. أما ورود الفراق والحداد، ورود الرثاء، فإننا نجدها في أكثر من قصيدة رثائية للوالد. تقول: أبي الغالي، هنا في المقعد الخالي كتاب الماضي يخبرني بأنك أنت في قلبي، تحاورني تشاورني تراقبني، تغمرني بأفراح مهداها كل أعماري. أيها الأحباب الكرام، سنتوقف في هذه القراءة على أن نعود إليها مرة أخرى إن شاء الله بعد فاصل قصير. أيها الأحباب الكرام، سنذهب إلى قراءة الشاعر الكاتب توفيق قسم الله كما وعدتكم في قراءته لقصيدة إلا أنا للشاعرة الإرترية الجيبوتية الراحلة شريف العلوي كما نشرها. فاصل وأعود إليكم أيها الأحباب الكرام. يقول الشاعر توفيق قسم الله النص: إلا أنا. الكل يشرب كأسك مرا لذيذا مسكرا إلا أنا، أحنو إليك بخافقي لكي أداوي جروحك، أدنو إليك والكل يمتشق اللبان بثقرك إلا أنا. الكل يهمس جاهرا في سرك والكل يجهر هامسا في خدرك إلا أنا. الكل يحصد في من حقولك شهقة الأعناب، وعلى عيونك يا عيوني يرسمون غشاوة إلا أنا. ما عدت آخذ بالكلام ولا الغناء ولا الوعود البارقات على عروج الدامسات. قل يا أنا ماذا أقول لكل من أحببتهم بين التضاريس الثرية بالمروءة في ترابك، فكلما لامست جرحا طاهرا يجتاحني عشق المكان
وعشق من فيه من النبلاء والأبطال، لكنني ما زلت أبرم للصباح وثيقتي وأعود أقترف المحبة رغم كل مواجعي. الكل يغترف ابتسامة نصفي فيه سوى أنا. الكل يغترف ابتسامة نصف فيه إلا أنا. شعر شريف العلوي. المقدمة. يقول الشاعر توفيق قسم الله: والله، هو هكذا كتبها: والله ما أقسى أن تتأخر معرفتنا بمن يشبهون أرواحنا قبل أن يرحلوا، أي قبل أن يرحلوا عنا. لم أكن أعرف اسمها، ولم يكن صوتها قد عبر مسامعي من قبل، حتى أتى صديق الروائي الإريتري عبد القادر مسلم، له التحية، ليفتح لي بابا خفيا في خارطة الشعر الإريتري. حدثني عنها كما يحدث العارف عن سر دفين، وأشار إلي تلميحا إلى جزء من قصائدها. وبعده حدثتني عنها الأديبة الرائعة حنان مران بصوت يماثجه الحزن وألم الفراق. شريف العلوي. والله لم يكن اسمها مألوفا في مساحتي، لكن ما أن اقتربت من حروفها حتى أدركت أنني كنت بعيدا عمن كنت قريبا منه حقا. قرأت فانبثقت أمامي مرآة، رأيت فيها ما يشبهني وما أتمناه. رأيت في كلماتها نزفا نبيلا، ومفردة تعرف طريقها إلى أماكن لا يصلها الضوء إلا قليلا. هي لا تكتب لتدهش، بل لتبقي في القارئ شيئا منه لم يكن يعرفه، لتلامس ما لا يقال. فيها شيء من المدى ومن التوق ومن انكسار العارفين، لكنها في كل ذلك لا تفقد كبرياء الحرف، ولا تساوم على شفافية الوجدان. أشعر اليوم بأنني تأخرت كثيرا في معرفتها، لكن عزائي أن الشعر متى ما جاء في وقته. كلام شعراء جميل يعني. وما كان لقلب صادق أن يظل طريقه إلى الشعر الصادق وإن طال السفر. القراءة. أولا، البناء الشعري واللغة. القصيدة تتخذ من الوجدان الشخصي والتجربة الفردية محورا لها، وتنسج خطابا شعريا ذاتيا يخاطب الآخر، وهنا بالتأكيد كانت تقصد الوطن. وتكرار إلا أنا يجعل الشاعرة تستثني ذاتها من السلوك الجمعي، مشيرة إلى فرادتها وخصوصيتها المشاعرية، مما يضفي على النص طابعا اعترافيا عميقا. اللغة تنوس بين الرقة والوجع، بين الحنين والخذلان، فتظهر ألفاظ مثل أحنو، أداوي، أدنو، أقترف المحبة، مقابلها جروحك، الوعود البارقات، المواجع، مما يدل على أن الشاعرة تتقلب بين نبل الحب وخذلان الواقع. ثانيا، التكرار والتقابل. تكرار العبارة المفتاحية إلا أنا يمنح القصيدة بنية أسلوبية متوازنة قائمة على التقابل بين الكل والذات الشاعرة، وهو أسلوب يشي بالاغتراب الشعري، وكأن الشاعرة لا تجد نفسها بين من حولها، بل تعيش تجربة متعالية على المشترك. هذا التكرار ليس فقط شكليا بل وظيفي، إذ يخدم تعميق الفكرة. الشاعر رحمها الله لا يشاركها المتعة السطحية والتفاعل الزائف، بل تعيش تجربة أكثر صفاء وصدقا. ثالثا، الصور الشعرية. استخدمت الشاعرة صورا متميزة: يمتشق اللبان بثأرك، استعارة مركبة تصور التهافت على الآخر، يرسمون غشاوة على عيونك دلالة على التزييف والتعمية. الوعود البارقات على عروج الدامسات،
صورة مركبة تحمل توترا بين الأمل الزائف والظلمة. هذه الصور كما يقول توفيق اسم الله الشاعر تؤكد على تداخل الحسي والرمزي، فالمعنى العاطفي يمتزج بتجربة وجدانية عميقة قد تتعلق بالحب أو حتى بالانتماء لوطن أو قضية. رابعا، الإيقاع. القصيدة تحتاج إلى كثير من التعديل ليستقيم الوزن ويصبح على بحر الكامل البحر الإريتري. سأذكر بعضا منها. البحر الكامل متفاعلا متفاعلا متفاعلا. يجوز متفاعلا أن تصبح متفاعلا أي مستفعلا. فإذا قمت بتقطيع النص تجد أن متفا 3 حركات سكون، وهذا لا يجوز في البحر الكامل إلا في مواضع معينة. الكل هذا يحتاج إلى لا نزعج بعين القارئ وذهني، يحتاج إلى يعني أن تقرأه هكذا. وأنا كثيرا ما أكتب البحر الكامل والبحر الطويل في قصائدي، ولكن أصدقكم الحديث أنا لا أعرف هذه البحور. والله ما متفاعلا متفاعلا مستفعلا. أنا لا، أنا هكذا على صليقة تأتي القصيدة يعني. وتوفيق عارف الحاجات هذه كثير. عموما عزيزي المشاهد، سأترك ذلك وأذهب إلى البعد الرمزي والاحتمال التأويلي. النص يحتمل أكثر من تأويل. قد يكون عن علاقة عاطفية صادقة في مقابل علاقات سطحية مع الآخرين، أو عن وطن محبوب تستغل خبراته ويخدع فيه الناس إلا الشاعرة التي تدرك أصلا النقي وتحبه رغم الجراح. وهذا التعدد في الدلالة يثري القصيدة ويمنحها عمقا تأويليا. سادسا، خاتمة القصيدة وصوت الشاعرة هي الخاتمة. البيت الأخير: الكل يغترف ابتسامة نصف فيه سوى أنا، يؤكد شعور العزلة النبيلة. فالشاعرة لا تغترف إلا من الصدق الكامل، ولا ترضى بأنصاف الأحاسيس. إنها تعيش بطهر وجمال داخلي، وهذا ما يميزها عن غيرها، لكنها في الوقت ذاته يجعلها تعاني. أقول هذا القول لتوفيق شاعر: القصيدة ذات بنية وجدانية تتسم بالصدق والانفعال العميق، ولغتها شاعرية دون تكلف. تكرار إلا أنا منحها موسيقى داخلية قوية وجعلها تسير على نغمة واحدة لكنها غير مملة. الصور والتراكيب تحمل بعدا رمزيا يثري المعنى وتفتح الباب للتأويلات المختلفة، مما يجعل النص شعرا ناضجا وصادقا. شكرا. الشاعر الروائي الكاتب الأستاذ توفيق قسم الله. على فكرة توفيق قسم الله هو أحد تلاميذي بمدرسة الجالية العربية قبل 3 عقود، وهو شاعر مجيد، وربما نأتي يوم أن نقدمه لكم كشاعر شاب قادم بقوة. وإذ أعلن ذلك يعني تغمرني السعادة والفرح الكبير أن خرجنا مثل هذا الشاعر بمدرسة الجالية العربية. درسته عام 1991، نهاية 91 بداية 92، وهو في المرحلة الوسطى، ولمحت فيه شاعرية بعيدة وأعطيته نصائح وتمسك بها مع غيرها من نصائح إلى أن أصبح شاعرا مجيدا. أعتز وأفرح وأكبر تجربته الشعرية القادمة بقوة، وإنه شاعر مجيد. لك التحية الأخ العزيز توفيق قسم الله. كذلك الشكر الجزيل للأستاذ الذي قرأنا شيئا كثيرا مما كتبه، الأستاذ عبد الجليل الشيخ، الذي تحدث قراءة لديوان إلا أنا
الشاعرة الإثرية شريفة العلوي، لها الرحمة والمغفرة، ولآلها وأبنائها السلام والتحية، ولآل العلوي يبوتي إريتريا أينما وجدوا حتى في اليمن، لكم السلام والتحية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلها الجنة بقدر ما أحبت وطنها وشعبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيات محدثكم أيها الأحباب من قناة سلام الإعلامية المباركة، محدثكم أحمد شريف، الذي يتمنى لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.